رب اشرح لي صدري، يسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صباح الفل، ومعكم محمد ابو عيسى، واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو النهارده هو فيديو سريع لذيذ كده، هيخلص في تركايه، ولكن فيديو في غاية الاهمية. وده ليه؟ لان باختصار هشرح لك اذا كانت الجامعة او المعهد بتوعك معترفين ومعتمدين هنا في المانيا او لا، وكمان هشرح لك ازاي تعرف الشهادة بتاعتك تعادل ايه هنا في المانيا ومعترف بيها او لا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، تعمل لي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل الجرس، وتعمل لي فولو على الانستجرام عشان اللي جاي جامد. وبما ان النهارده الجمعه واتمنى الفيديو ينزل النهارده، فاتمنى لكم كلكم جمعه مباركه ان شاء الله. وطبعا كل سنه وانتم طيبين وبالف خير علشان عيد الاضحى، وبكره هو يوم وقفه عرفات، فما تنسوش طبعا الصيام، وما تنسوش تدعوا لي وانتم صايمين. ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب يا أصدقائي، طبعا أول حاجة هنعملها هو إننا هنفتح اللاب أو الكمبيوتر بتاعنا ونفتح المتصفح. أنا بستعمل جوجل، أحط الموقع. طيب الموقع ده هتجيبه منين؟ كل اللي أنت هتعمله اللي أنت تدخل على الانستجرام بتاعي، تسيب لي مسج تقول لي أنا عايز لينك الموقع، هبعت لك اللينك فورا إن شاء الله. طيب أول ما بنفتح الموقع بنلاقي الموقع ظاهر معانا بالشكل ده. طبعا الموقع كله باللغة الألمانية، ما فيهوش إنجليزي، ولكن أنت تقدر تترجم من ترجمة جوجل. ولكن انا هتعامل معاكم او هشرح عليه بالالماني، لان لما بترجمه ساعات في حاجات بتتغير. بص انا هشرح لك خطوه خطوه وبالتفصيل الممل. بص يا معلم، انت اول حاجه هتدخل على تاني حاجه، وهي المؤسسات، علشان تشوف الجامعه بتاعتك معترف بيها ولا لا. دي الصفحه اللي هتفتح معاك اللي هي انفو. هنا بيشرح لك اللي هو في القسم ده في ايه بالظبط، يعني هو هتستفاد ايه من القسم ده. باختصار جدا هو بيقول لك احنا نشرح لك اذا كانت الجامعه معترف بيها او لا في المانيا، والجامعه هتبقى حاجه من الثلاثه، اما اتش بلس، اتش مينوس، يا اما اتش بلس مينوس. طيب يعني ايه اتش بلس، اتش مينوس، اتش بلس مينوس؟ انا هشرح لك كل ده دلوقتي بالتفصيل، ولكن هندخل على زوخن. ندخل هنا هنختار البلد، طبعا هنختار مصر، او انت تقدر تختار البلد اللي انت فيها ايا كانت البلد اللي انت فيها، ده مش لمصر بس يعني. طيب وتدخل هنا على الياتا، هتختار، انا مثلا هختار اسكندرية. طيب وبعد كده عشان تضيق دايرة البحث اكتر ممكن تختار اذا كانت دي جامعة خاصة، جامعة حكومية، ان كانت ايه هي. وهنا تقدر تكتب الجامعة بتاعتك بالظبط، هتجيلك هي بس الجامعة بتاعتك. طبعا زي ما انتم شايفين جاي لي كل الجامعات والمعاهد، في هنا اتش بلس مينوس، اتش بلس مينوس، هنا اتش بلس، وهكذا. ندخل. طيب يعني ايه بقى اتش بلس، اتش بلس مينوس، اتش بلس؟ ندخله مثلا هنا على تالت واحدة اللي مكتوب عليها اتش بلس، هتيجي تدخل هنا على ستاتوس، هتيجي بقى هنا عند الستاتوس تحت وتفتح دي. بص يا صديقي، هنا هتلاقي مشروح الثلاث حاجات بالتفصيل، ولكن انا عشان اسهل عليك الاتش بلس بالمختصر المفيد، يعني ان دي معترف ومعتمدة هنا في المانيا. الاتش بلس مينوس هو الموقع مش متأكد اذا كانت معترفة او لا، والاتش مينوس هي مش معترفة. طيب احنا كده شفنا اذا كانت الجامعة او المعهد بتوعك معتمدين ومعترف بيهم ولا لا. ندخل بقى على الخطوة اللي بعدها، وهي اذا كانت الشهادة بتاعتك معترف بيها او لا، او تعادل ايه هنا في المانيا. هتفتح هنا الموقع الصفحة الرئيسية، وبعد كده تختار اول واحدة اللي هي هوخشول ابشلس، وبعد كده هتلاقي هنا في الانفو بيشرح لك برضو القسم ده فيه ايه بالظبط وهتستفاد من ايه. انت تقدر تقراه طبعا، تترجمه وتقراه براحتك. ندخله على الخطوة الاهم، هي زوخن. طيب هتختار تاني البلد وهي مصر، هتفتح معاك بالشكل ده. طيب هنا بقى هتختار إذا كان الشهادة اللي معاك بكالوريوس 4 سنين، بكالوريوس 5، ماستر، دكتوراه، بروفيسور، هتختار اللي انت عايزه. فأنا طبعا مش هختار أي حاجة، أنا بشرح لكم بس المثال، وانت تقدر تكتب الجامعة بتاعتك بالظبط أو الشهادة بتاعتك بالظبط هنا. وهتنزل هنا يا صديقي هتلاقي كل حاجة بالتفصيل. ندخل بقى على أول واحدة، هتفتح كده. طبعا انت لازم تتأكد ان دي هي الشهادة بتاعتك، كل المواصفات تمام، هتقرا كل ده بالتفصيل. لو كل ده تمام هتنزل على اهم حاجة، وهي البيفاتونج. البيفاتونج اللي هو التقييم، التقييم اللي هو دي اهم حاجة اللي هي هتشوفها معترف بيها او لا، او تعادل ايه هنا في المانيا. هتدوس هنا، وبعد كده هتقرا بالظبط اذا كانت معترفة او لا. تدخل هنا برضو هتقرا كل حاجة بالتفصيل، اللي هو معناه ايه الادسفاي ادغاي افيا. هتقرا طبعا كل ده معناه ايه بالظبط، كل واحده مشروحه بالتفصيل. وطبعا تقدر بقى تستعمل ترجمه جوجل وتشوف كل واحده معناها ايه بالظبط، وهتعرف اذا كانت الشهاده بتاعتك معتمده ومعترف بيها او لا.
وتعادل ايه هنا في المانيا. ولكن ده المختصر المفيد، انت هتبدا تشوف الجامعه بتاعتك معترف بيها او لا، وبعد كده هتشوفها اتش بلس اتش مينوس والكلام ده. ولو لقيتها ان شاء الله اتش بلس، هتدخل على الشول ابشلس تشوف الشهاده بتاعتك، تكتب الشهاده بتاعتك بالتفصيل، هتلاقيها، هتقرا وتترجم وتبقى كده زي الفل. وكده يبقى باختصار عرفت الجامعه او الشهاده بتاعتك معترفين او لا. ففي نهايه الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، تعمل لي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل الجرس، تعمل لي فولو على الانستجرام. وزي ما قلت لكم ما تنسونيش بكره في الدعاء وانتوا صايمين كده قبل المغرب باذن الله. وان شاء الله باذن الله كلكم تيجوا هنا وتحققوا امانيكم. واوعى تنسى ان اسهم يوم عرفه لا تخيب. يعني بص الدعوه بتاعتك مستجابه، فادعي من قلبك وادعي بالمستحيل. يعني انت مش لازم تدعي ربنا بحاجه ممكنه، يعني ادعي بالمستحيل اللي الناس كلها شايفين مستحيل، ولكن خليك واثق في ربنا وادعي. وباذن الله باذن الله باذن الله كلكم هتيجوا هنا وتحققوا كل اللي بتتمنوه. ففي نهايه الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان معكم محمد ابو عيسى، واشوفكم في فيديو جديد. وامي